طيب العرض اللي جه لمنتخب مصر عن طريق اتحاد الكورة من المنتخب البرازيلي بإن إحنا هنلاعبهم في إنجلترا بكامل نجومهم بالإضافة إلى مبلغ مادي. الفكرة هنا إن كابتن حسام حسن رفض عشان الناس اللي دايمًا بتتكلم معانا بتقول إن إحنا بننتقده وبننتقده من غير حاجة. على فكرة هو ده مبدأ حسام حسن سواء كنت هتلاعب البرازيل أو البراجيل حتى. ليه؟ لإن هو بيشوف إنك أنت الاحتكاكات دي مش هتضيف للمنتخب أي إضافة، في حين إن هي كلّها إضافات، إضافات إن أنت بتحتك بمدارس وطرق لعب مختلفة مش بالضروري تكون إفريقية، لإن هو مش عايز بمنتهى البساطة إنّك أنت تشارك مع منتخبات قوية عشان ما نكتشفش مستوى منتخب مصر الحقيقي، لإن المنتخب الحقيقي مش هتقدر تحكم عليه على مستواه الحقيقي إلا إمتى؟ إلا لمّا بيكون عندك احتكاك قوي، لكن طول ما أنت بترفض الاحتكاكات القوية بتُقع من أجندة دولية للمفترض إن هي فيها تصنيفات وفيها نقاط وفيها أرقام وكلّها مكاسب، لكن زي ما قُلت لك ما عنديش أي مُبرر ممكن يكون موجود لحسام حسن غير إن هو مش حابب إن مستوى منتخب مصر الحقيقي الناس تكشفه، عشان كده ما بيلاعبش فرق قوية.